اهلا بكم في زوسفر، واحنا النهارده في جنوب افريقيا، بلد تجنن ولازم كلكم تزوروها. سامينا من بانجاليوا This is Africa. This time for Africa. من الحاجات اللي مبسوطة جدا اني حققتها من الباكت ليست بتاعتي هو اني اخيرا سافرت جنوب افريقيا. وجنوب افريقيا يعني فيلم افريكانو واغنية شاكيرا ونيلسون مانديلا ورقص رجاء الصالح، وهذا رقص رجاء الصالح، يعني ميكس حضارة وفن وتاريخ وكل حاجة حلوة. جنوب افريقيا من اسمها موجودة في اخر جنوب قارة افريقيا. والله مش بقلش، ده بجد. الفيزا بتاعتها سهلة قوي وبتطلع في 5 ايام، والعملة هناك اسمها راند بحوالي 2.5 مصري، يعني الدنيا مش غالية قوي. كمان أكتر من 60% من سكانها بيتكلموا إنجليزي كلغة أولى، وكلهم أجناس مختلطة من هنود وأوروبيين وسكان أفارقة أصليين، حاجة عالمية كده. كمان اقتصادهم قوي جدا. بس خلينا النهاردة نتكلم في السياحة. في الطيارة لو حظكم كان حلو إن انتوا تقعدوا جنب الشباك هتشوفوا منظر البلد من فوق. مدينة ساحلية، جزء منها بيطل على المحيط الأطلنطي وجزء بيطل على المحيط الهندي. وممكن كمان تشوفوا طريق رقص رجاء الصالح بتاع ثانوية عامة. ولو ما خدتوش بالكم من فوق فأكيد لازم لما توصلوا تحت بالسلامة لازم تزوروا. بعد ما تاخدوا كام صورة للذكرى للمكان والمنارة اللي فيه، يا ريت ما تمشوش قبل ما تجربوا المية. هتلاحظوا ان في فرق في المية، مية ساقعة ومية دافية بيقابلوا مع بعض. طبعا المية الدافية هي المحيط الهندي، والمية الساقعة جاية من المحيط الأطلنطي، وده الفرق بين المحيطين اللي واصلين ببعض في المنطقة دي. أول يوم بقى رحنا كامبس باي، وهناك هتلاقوا كل المطاعم اللي في الدنيا من أرخص حاجة لأغلى حاجة. في شاطئ هناك بس خلوا بالكم ان المية ساقعة تلج. احنا كنا هناك شهر 1 وده صيف، لان جوها عكس جو مصر بالظبط. لازم تخلوا بالكم الشمس الافريقية، خصوصا لو الجو هوا زي جو كيب تاون. بشرتكم كلها هتتحرق في اقل من 10 دقايق وانتم مش حاسين خالص. فيا جماعة لازم تحطوا سان بلوك. من احلى الحاجات اللي عملناها في كيب تاون هو بولدرز بيتش. ده شط مشهور جدا بالبطاريق. للعلم جنوب افريقيا هي تقريبا البلد الافريقيه الوحيده اللي فيها بطاريق. وقبل ما تستغربوا وتقولوا ازاي عايشين هناك والبطاريق بتعيش في التلج زي ما كنا مستغربين، هنقول لكم السر. اولا جنوب افريقيا كبلد مش دايما حر، ساعات بيبقى فيها برد وفيها شتاء كمان. ثانيا بقى بالنسبه للبطاريق نفسها، طلع يا سيدي ان البطاريق مش نوع واحد، دول 11 أو 15 نوع. والنوع اللي عايش في جنوب افريقيا ده واحد منهم واسمه افريكان بينجوين. قبل كده كان بولدرز بيتش مفتوح لكل حد وللصيد كمان، وعدد البطاريق في 2010 كان حوالي 1,000,000 بطريق، وقل بشكل فظيع، بقوا دلوقتي حوالي 100,000 بس الدولة ابتدت تحل المشكلة وخلت الشاطئ خاص بيهم لوحدهم، ومؤسسات حماية الحيوان ابتدت تراعيهم. وهي عامة يعني البطاريق ما ينفعش نقرب منها خالص، يعني عشان بجد بتعض. اخر حاجه بقى ممكن نتكلم عليها في كيب تاون عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده هو تيبل ماونتن. والله انا ما اعرفش اسمه ليه تيبل ماونتن، بس واضح ان ليه علاقه بالترابيزات، يعني فزي ما انتم شايفين مسطح ترابيزي كده، ممكن حد يقعد هنا وحد يقعد هنا وياكلوا مع بعض، مش مشكله خالص. وده واحد من عجائب الدنيا ال7 الطبيعيه، والمنظر من هناك حلو قوي وما ينفعش يتفوت. ممكن تطلعوا كهايكنج او ممكن تطلعوا بالتلفريك. الاكل بقى هناك عموما كان لطيف جدا، والرحله عامه كانت ممتعه جدا. انا مبسوطه جدا اني طلعتها. ادخلوا على tripadvisor.com وشوفوا الرحلات بتاعتنا الجايه، اعملوا ريكوست لو عايزين نعمل لكم الرحله بتاعتها. ويلا زوزي.